ازاي عملت اول $1000 من شغل الفريلانس؟ بس خليني اقول لك ان انا عارف ان انت سمعت حاجات كتير زي ده، واكيد شفت فيديوهات اكتر هي برضو بتتكلم عن نفس الموضوع، بس الفرق في حاجة واحدة بس، وهي ان التجربة دي هي حقيقية ومثبتة. طيب هتقولي هو ليه الفيديو اتأخر كل ده، خصوصا ان انا كنت منزل بوست عندي من 26 سبتمبر تقريبا، والنهارده الفيديو بيتصور يوم 5 اكتوبر الفجر. برضو هقول لك سبب واحد بس، وهي انك ما تعرفش الشخص ده ايه اللي بيحصل في كواليس حياته. ده كل الفكرة. نشوف هنعمل ايه دلوقتي في الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا خليني اقول لك انا مين. انا اسمي كريم عبد العزيز، بقالي اكتر من 7 سنين شغال في مجال البرودكشن على السوق المصري والسوق الخليجي. وفي الفيديو ده انا هحكي لك قصتي اللي هي هتكون مكونه من 3 مراحل. اول حاجه وهي هتكون ازاي وصلت لاول عميل، وتاني حاجه هي هتكون كل المشاكل اللي قابلتني في البروجكت، سواء ان انا اشتغل مع العميل او ان انا اسلمه الماتيريال. والجزء الثالث هو هيكون ليه علاقه بفكره ازاي استلمت الفلوس وازاي قدرت افتح حساب بنكي دولاري في مصر. وعشان ما اطولش عليك نبدا بالمرحله الاولى، وهي اني ازاي اصلا وصلت للعميل. طيب انا بكل بساطه كنت نازل مع شركه عندنا مؤتمر عايزين نغطيه في سوما باي في شرم الشيخ، وكان دوري برودكشن اللي انا اطلع الحاجه لايف على السوشيال ميديا، يعني كل اللي بيحصل لازم يطلع على السوشيال ميديا. والايفنت كان 3 ايام. بدأنا ننزل الشغل وكل حاجه كانت ماشيه زي الفل، لغايه لما جه اليوم التاني لقيت ان في شخص كان بيسأل عليا وان هو كان محتاج مصور اليوم ده. طيب هتقول لي ايه علاقة التصوير بالعمل الحر اصلا؟ هقول لك كمل معايا الفيديو لغايه الاخر. ليه هنا هو كان محتاج مصور؟ لان بكل بساطه المصور اللي كان معاه هو ما جاش. فبكل بساطه رحت كلمت صاحب الشركه واستاذنته عشان اصور له الشغل اللي هو محتاجه، خصوصا اللي هو كان جاي من الامارات وشغله حرفيا كان هيضيع لولا ساتر ربنا. يعدي اليوم التاني ويعدي اليوم التالت، ولقيت الشخص ده بيديني $100 ثمن التصوير بتاع اليوم اللي انا اشتغلته معاه. فرفضت. هتقول لي ازاي ترفض؟ هقول لك لان بكل بساطه انا ما كنتش عايز منه فلوس، انا كنت بساعده عشان هو اتحط في موقف وحش، وفي نفس الوقت دي كانت حاجة خيرية زي ما تقول أو تطوعية بمعنى أصح، وبسبب ده فتح شغل معايا في المستقبل، وبرضه هاجي أقول لك عليه. بس خلينا نمشي بالترتيب واحدة واحدة. ولكن هو صمم إن هو يديني الفلوس، وإنه لأ ما ينفعش وده جزء من حقك ومش عارف إيه وكل الكلام اللذيذ ده، ولكن برضه أنا كنت برفض. فبعديها صمم إن هو ياخد رقمي وقال لي شكرا وبس، وراح حرفيا ركب طيارته وسافر، وكلمني بعديها على الواتساب بعديها ب6 شهور. الكلام ده كان في اواخر شهر 2. في اخر شهر 8 رجع كلمني تاني وقال لي انا كذا كذا اللي انت عملت معاه كذا وكذا وكذا. فبعديها كلمني وقال لي هل انت فاضي ان احنا نخش ميتنج ولا لا، عشان انا محتاجك في شغل ليه علاقه بالبرودكشن. فحددنا الميعاد وبدانا نتكلم وبدانا نتفق على التفاصيل. ومن محاسن الصدف بقى هنا اللي انا كنت في فتره هي عباره عن اسوأ حاله ماديه مرت عليا وانا في سن صغير، ودي حرفيا كانت بركه ربنا في الشغل، ان انا عملت شغل في يوم من الايام لغرض المساعده بس، وبعدين الموضوع اتحول لرزق بالعمله الصعبه كمان، خصوصا ان الوقت اللي احنا كنا فيه كان وقتها الدولار اتعوم، كان وقتها الوضع للاسف صعب. ومن هنا انا اتعلمت حاجه صغيره، ان مش كل الشغل اللي احنا لازم نعمله لازم ناخد مقابل قدامه، لازم يبقى فيه جزء خيري انت بتعمله عن الشغل بتاعك، او حاجه هي اللي انت غرضها ان انت تساعد بيها الناس وما تستناش فلوس منها بمعنى صح، لان ده هيعود عليك بالنفع قدام زي ما حصل معايا. بعد ما اتفقنا وكل الموضوع مشي تمام، اتفقت على التسعير الشخصي بتاع الفيديوهات اللي انا هشتغلها والصام نيلز وكل الكلام اللذيذ ده. وهنا جت اكبر مشكله انا ما كنتش اتخيل ان انا اعرف احلها، وهي فكره اللي انت لازم تفتح حساب دولاري، لان وقتها ما كانش قدامي غير طريقتين. الطريقه الاولانيه وهي ويسترن يونيون، وقتها انت هتستلم فلوسك بالمصري. والطريقه الثانيه وهي فكره ان انت تفتح حساب بنكي دولاري باثبات في اي بنك. لما شفت المشكلتين دول وشفت كميه الورق المطلوب وكل الحاجات دي، انا فكرت ان انا اعتذر بالموضوع بشكل، بس حاجه من جوايا قالت لي ما تجرب، هو انت خسران؟ انت مش خسران، انت هتجرب. فكلمت صاحب الشركه وقلت له دلوقتي ان انا محتاج ورقه HR ليتر، ومحتاج حاجه اشبه بالعقد عشان يكون موثق في البنك بيني وبينك، او بمعنى صح تكون حاجه هي شرعيه او قانونيه لما انا احطها في البنك، فبالتالي اقدر استلم فلوسي عادي جدا وهم مطمنين وانا مطمن. فكلمته وعرضت عليه المشكله، فهو بكل بساطه ما خدش غير يوم واحد بس عشان يساعدني في المشكله دي. لقيت تاني يوم عندي ورقه HR ومحطوط فيها الرقم اللي انا باخده كل شهر وعدد الفيديوهات، ولقيت فيه ان عقد اللي انا شغال مع شركه
في الامارات بواحد واثنين وثلاثه واربعه، ودي بقى تفاصيل انا مش هقدر اقولها للاسف. طبعا انت فاكر ان الموضوع لغايه هنا وكان حلو، بس للاسف هنا بقى الجانب السيء الحقيقي اللي هيظهر، وهي فكره ان انا عديت على اكتر من 14 بنك كلهم رفضوا ان انا افتح حساب، وغالبيه الاسباب كانت بتدور اللي هو انت شاب ازاي هتقدر تجيب عمله صعبه في وقت اصلا البلد فيه بتعاني من العمله الصعبه، وان لا الورق مش كفايه، ولقيت ان في حاجه بتتحط لي من البنوك، خصوصا ان انا كنت مش بخش مثلا لموظف في بنك، انا كانوا بياخدوني حرفيا، كان في ضابط بيمشي معايا بيوديني للمدير بتاع البنك، فاللي هو والله كبرتوا الموضوع يا شباب، ده الموضوع في الاخر كان رقم صغير. فوقتها عديت على اكتر من 13 بنك لغايه لما وصلت للبنك العربي الافريقي. فوقتها قدمت الورق وكان معايا $100، لان ده وقتها كان اقل رقم انا ممكن افتح بيه الحساب. فعملت لها ايداع والحساب اتفتح، وخدت الرقم الدولي عشان نتست التحويل. فوقتها طلبت منه ان هو يحول مبلغ صغير $10 على الحساب عشان اتاكد ان الموضوع مش تمام. وهنا كانت كل حاجه ماشيه الحمد لله زي الفل. التحويل وقتها حصل واستلمت منه المبلغ. طيب هتقول لي انت شغلك كان عباره عن ايه؟ طيب انا كان شغلي منقسم لحاجتين: فيديو اديتنج و نيلز ديزاين. وهنا انا جبت فيها حد من صحابي عشان يشتغلها معاه وياخد فلوسه، وانا كنت مسؤول عن الايديتنج وكنت مسؤول عن استلام الماتيريال وكل التفاصيل اللذيذه دي. طيب هتقول لي معنى كده ان الشغل اللي انت شغاله هو بيجيب دولار؟ بيجيب دولار عادي جدا. لو انت اشتغلت في المجال ده فالموضوع سهل ان انت تقدر تجيب عمله صعبه، بس مش بنفس الطريقه اللي هو بيتم التسويق ليها حاليا، لان الموضوع للاسف هو محتاج شغل على نفسك كتير ومهارات كتير، وقصه ممكن نحكيها في فيديو تاني اللي هو انت ازاي تخش المجال عشان تجيب منه عمله صعبه او تحسن مستوى دخلك بمعنى صح. هنا انت ممكن تفتكر ان الفيديو خلص، بس بالعكس الفيديو هنا لسه بيبدأ، لان احنا اشتغلنا مع بعض 6 شهور وبعدين وقفنا بسبب ان هم ما بقوش في حاجه ليه برودكشن، وان هم اكتفوا ان السيزون بتاعهم بمعنى صح خلص. مع ذلك انت ممكن تقول هنا طب ما انا كده خسرت. بالعكس انت هنا المفروض تبدا تفتح كونكشن اكتر معاه وتتكلم معاه دايما، حتى لو هتسال مثلا على العميل بتاعك كل اسبوع، بحيث ان هو يفضل في دماغه دايما ان الشخص ده هو بيتكلم معايا مش بس عشان الفلوس، هو بيتكلم معايا عشان احنا بينا شغل وبينا حاجات كويسه. هنا بقى شويه نصايح ليك لو انت عايز ان انت تبدا تدخل لنفسك عمله صعبه واللي انت تشتغل من بره مصر، وده بعد اكتر من 7 سنين مرمطه في شغل ما بين السوق المصري وما بين السوق الخليجي وما بين اسواق تانية مش مضطرين ان احنا نذكرها. اول حاجه وهي انك لازم تهتم بالبورتفوليو بتاعك بشكل كويس جدا، عشان ده المرايه اللي بتعكس نفسك قدام العميل. يعني ده بكل بساطه الايمج بتاعتك، يعني البورتفوليو بتاعك اهو، ده الايمج بتاعتك قدام العميل، يا هيقبلك يا هيرفضك. فده في النهايه في الاول والاخر هو شغلك. زي الفرق كده ما بين انك تروح تقابل عميل ببدله وما بين انك تروح تقابله بشبشب وبشراب. هنا ده الفرق. فلازم تهتم كويس جدا بالبورتفوليو بتاعك. وتاني حاجه ودي اللي كانت عامله لي مشكله شخصيه: اللغه ثم اللغه ثم اللغه. حاول تتعلم انجليزي في وقت فراغك حتى لو مصطلحات خفيفه جدا، بحيث ان هي تسهل التواصل ما بينك وما بين العميل، لان فريلانسرز كتير مش بيعرفوا ان هم يشتغلوا بسبب حته اللغه. حاول ان انت تهتم بيها او ان انت تروح تاخد كورسات او تنفست نفسك فيها بمعنى صح، في الاول والاخر ده هيعود عليك بالنفع. ثالث حاجه حاول تفتح لنفسك حساب بنكي رسمي في مصر، سواء البنك الاهلي او بنك CIB او البنك العربي الافريقي. دول يعتبر كانوا احسن 3 موجودين قدامي بورق رسمي. هتقول لي بورق رسمي ازاي ومثلا ممكن العميل ما يعملش زي ما عمل معاك؟ هي بكل بساطه لما انا كنت سالت الفتره في اللي هي سنه 2022، الشات اللي بينك وبينه على الويب سايت ده يعتبر دليل ان انت بتشتغل. لو انت بتشتغل على مواقع زي ابورك وفريلانس وكل الويب سايتس بتاعت الفريلانسر عموما، دي بتكون مثبته، لان دلوقتي الوضع اتطور عن زمان. احنا دلوقتي يعتبر في اواخر 2025 والكلام ده انا كنت بقوله لك ان هو في 2022، فبرضه ما كانش فيه مصطلح ان ازاي حد قاعد في بيته بيجيب فلوس. رابع حاجه وهي انك لازم تتعلم مهاره شخصيه اسمها بكل بساطه التسويق. لازم تتعلم ازاي تسوق لنفسك، والموضوع برضه زي اللي انت داخل على عميل ببدله او اللي انت داخل عليه بشراب. ممكن تكون داخل عليه حرفيا ببدله وما بتعرفش ان انت تتكلم ولا تبيع نفسك، وممكن تكون داخل عليه بلبس كاجوال عادي جدا بس بتعرف ان انت تبيع نفسك. فلازم تتعلم التسويق للمهارات الشخصيه بتاعتك، وده تقدر يا اما تفتح يوتيوب يا اما تنزل تاخد كورسات اوفلاين. الموضوع بجد هيفرق معاك، لان انت لو ما عرفتش تسوق لنفسك هتبقى عامل زي اللي شغله جامد قوي بس في نفس الوقت الناس مش عارفاه، مش عارفه ده مين ولا بيعمل ايه. ودي هتفرق معاك سواء الشغل في مصر او بره مصر او في دول اوروبا. خامس حاجه ودي شخصيه شويه:
اوعى تفكر انك تقلل من نفسك، لان انا لما بدات ان انا احاول اشوف شغل الفريلانس من وانا 18 سنه دخلت ولقيت عناتيل، فهنا قللت من نفسي بشكل مش منطقي، وقلت وانا مش هعرف اخش انافس العناتيل دول. دلوقتي بعد عدد سنين معين بقيت انا اللي اخش واشوف الفيديوهات بتاعتهم واخش اتعلم منهم، وحولت النقطه السلبيه اللي كانت عندي هي فكره التقليل او قله تقديرك لنفسك لنقطه ايجابيه، ان الناس دي هي مش احسن مني، الناس دي عندها عينين وعندها دماغ وبتسمع كويس وبتعرف تتكلم كويس. ايه اللي هيفرق بيني وبينهم؟ هتقول لي البيئه، هقول لك ان يا اما تنزل تقعد على القهوه تصوت يا اما تسترجل وتشتغل، هي كده يا كده. هتقول لي اصل النت واصل مش عارف ايه، في حلول تانية بديله للنت، زي مثلا ان انت تنزل ورك سبيس محترمه تدفع فيها رقم محترم عشان تاخد نت كويس، وده برضه ستيل هو في الاول والنهايه هو حل. صدقني اللي بره والناس والشباب الصغير اللي طلع دلوقتي هو مش احسن منك، في ناس اصغر مني حرفيا دلوقتي وبتعمل نفس الرقم ده ويمكن اضعافه. فخلي بالك ان انت لازم تطور من ده، لازم تكون مستوعب هو ايه اللي بيحصل عشان تعرف تشغل نفسك او تعرف ان انت تحسن من دخلك بمعنى اصح. سادس حاجه ودي مش هعرف اشرحها، وهي انك ما تقولش لحد حاجه، حافظ على نفسك لان صدقني مش كل الناس هتفهم انت بتعمل ايه. وسابع حاجه، اتعلم اكتر من مهاره. لو انت شغال فيديو اديتنج اتعلم معاه موشن، لو انت شغال موشن واديتنج حاول تتعلم معاه الجرافيك، لان كل دي الثلاث مجالات دول هم يعتبر مسؤولين ان هم اللي انت تقدر ان انت تشتغل من بيتك حرفيا. عكس التصوير صعب جدا ان انت تسافر من دوله لدوله، والا دي هتكون بتدخلك في تكاليف وحسبه تانية ممكن العميل اصلا ما يقدرش ان هو يتحملها. وفي نفس الوقت ما تسمعش كلام اللي بيقول لك اتخصص في حاجه واحده بس، لو ربنا كان خلقنا كلنا زي بعض كنا كلنا عرفنا نعمل نفس الحاجه، ولكن هي الفكره كلها نفس الكلام ده اتقال لي وانا صغير، حاول تتخصص في مجال واحد. دلوقتي انا بعرف اشتغل 7 مجالات في نفس الوقت، فده مخليني ان انا اعرف ابيع نفسي في اي حته في اكتر من مجال، وفي نفس الوقت اقدر ادخل فلوس اكتر. فخلي بالك ان مش كلنا اتخلقنا على نفس القدر من التركيز او التعليم، فخلي بالك برضو من النقطه دي. اللي انت لو انت شخص تعرف تتعلم اكتر من مهاره فاعمل ده، انما لو انت ما قدرتش فحاول ان انت تستثمر في مهاره واحده بس او مهارتين بالكتير، عشان لو انت مثلا شخص مش هتعرف ان انت مثلا تركز، او اللي انت مثلا تحاول ان انت تشتغل اكتر من مهاره في نفس الوقت. تامن حاجه واخر حاجه، ودي كانت سبب في ان انا اجيب عملاء تانية من بره مصر، وهي ان انا برمي شغلي على انستجرام. لما ترمي شغلك على الانستجرام، فانستجرام هو اكتر ابلكيشن الناس بتستعمله بجانب تيك توك، بس الكلاينتس بتاعت انستجرام هي احسن بكتير جدا من تيك توك. فبالتالي هتخش هتلاقي ناس من بره مصر بتكلمك اللي هو شغلك كويس احنا عايزين نشتغل مع بعض. وده حصل معايا من 3 عملاء لما انا بدات انزل شغلي من حوالي شهر او من شهرين بالكتير. هنا برضو ستيل الفيديو لسه ما خلص. طيب كلامك جميل وكل حاجه حلوه، طيب ازاي برضو اعمل فلوس؟ لو انت ما فهمتش كل اللي فات فخليني اختصر لك الموضوع في 3 نقط بالظبط. اول حاجه لو انت فعلا عايز تعمل فلوس هي انك تصرف فلوس. لما بتصرف فلوس فانت بتشوف ان انا بصرف وخلاص، بس بالعكس لازم تصرف فلوس، واصرف فلوسك على حاجه نافعه، زي مثلا ان انت تنزل ايفنتات في مصر، او لو انت مثلا عندك المقدره الماديه حاول ان انت تسافر بره مصر وتعمل لنفسك كونكشنز اكتر. روح قول انا مين، روح قول انا بعمل كذا، روح قول انا فلان انا بعمل كذا، انا سني كذا، انا بدرس في كذا. كل الحاجات دي هي معيار كافي ان الناس تشوفك على شكل كويس جدا وتحسن فرصك في اللي انت تعرف تجيب عملاء اكتر، وده برضو عن تجربه. تاني حاجه وهي برضو انا ذكرتها في الجزء الاولاني ولكن هيدا تاني، وهي فكره ان لسانك هو فلوسك. بمعنى صح لسانك ده لو بيعرف ان هو يخلق احتياج عند العميل ويعرف يلبي النداء للعميل، او بمعنى صح يغطي احتياجه، هتعرف تجيب فلوس. فلازم تتعلم ازاي تتكلم كويس وازاي تبقى واثق في نفسك مهما كنت داخل مع مين، حتى لو كنت داخل مع اتقل عميل هيدفع لك بالدولار في حياتك. لازم تكون واثق في نفسك ولازم تكون بتعرف تتكلم ولازم تكون برضو مرتب كلامك اللي انت هتخش تقوله عشان ما تحرقش وقت. تالت واهم حاجه ودي اللي هنقفل بيها الفيديو بتاعنا، وهي فكره قانونيه استلام الفلوس. لازم يكون معاك اثبات رسمي سواء في بيتك او في البنك، وده بيكون من حاجتين من اللي انا شفتهم، يا اما ورقه اتش ار يا اما عقد عمل رسمي مبعوث الكتروني وعليه الامضه بتاعتك وامضه الشخص اللي في الامارات مثلا او في السعوديه او في الخليج او في ايا كان اللي هو بيكون صاحب الشركه او الاتش ار اللي هناك المسؤول عن الحته دي. لازم يكون معاك عقد الكتروني تحمي نفسك بيه، عشان لو في يوم من الايام اتسالت عن من اين لك هذا او من الفلوس دي هي جت منين، يكون معاك اثبات شرعي معترف بيه هنا في مصر عشان تقدر تجيب بيه العملة الصعبة. فدول كانوا أول $1000 أنا عملتهم وأنا 21 سنة، وأنا كنت 17 سنة ما كنتش أتخيل إن أنا أصلا أطلع أحكي تجربة زي دي أو إن أنا أعمل فلوس أكتر
من الفريلانس. الموضوع مش صعب، بالعكس هو محتاج ان انت تسعى واللي انت تجتهد وربنا هيرزقك. فهي دي كل الفكره. واعمل اللي عليك وما تقولش حاجه تاني، يعني سيب كل حاجه على ربنا، ورزقك هيجيلك لغايه عندك طالما انت بتسعى. ولو ما جالكش في الدنيا فكده كده رزقك محفوظ في الاخره، دي كده كده حاجه مفروغ منها. فاتمنى ان الفيديو يكون فيه استفاده او الموضوع كان حقيقي شويه. ولو حبيت ان انت تسال عن اي حاجه فتقدر تبعت لي على انستجرام او على فيسبوك. ولو عايز تعمل لي فولو فانا بعمل كونتنت على تيك توك بنزله هناك، ومؤخرا هبدا انزل على انستجرام. فدي الاكونتس بتاعتي لو انت عايز تتعرف عليا اكتر. وبس كده.